العيش المشترك، النموذج الرائع للعيش المشترك في كل بلاد الدنيا، مفيش زي مصر ابدا. ويمكن حضرتك قلت معنى الكلمه اللي قالها يعني مثلث الرحمن قداسه البابا شنودة عليه رحمه الله، لما قال مصر ليست وطن نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا، وهو ناقل هذه المقوله هو اللي عرفنا بيها الحقيقه، ولكنها كانت المقوله لمكرم عبيد، وهو السياسي البارز ووزير الماليه مصر الاسبق. والبابا شنودة البابا تودرس قداسه البابا تودرس برضه قال مصر يعني كنائس يعني وطن بلا كنائس أشرف من كنائس بلا وطن. فالحقيقة يعني كلمتين رائعتين حضرتك قلت معناهم في خلال السياق اللي حضرتك قلته، ولذلك ستكون الكلمة الآن مع سيدنا نيافة الحق الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام، وهو رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد للهيئة العربية المصرية. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا. بداية أنا أحب أشكر لجنة الشباب في بيت العيلة المصرية لجهدهم وتعبهم وتواصلهم الدائم والتنفيذ لأحد بيت العيلة المصرية في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الآثار ووزارة الثقافة، نكون في هذه الليلة الرمضانية معا في قصر الأمير طاز نحتفل بشهر رمضان وصومه والصوم الكبير معا كمصريين في هذه الأرض. وأيضا باسم أخوتي الحاضرين أشكر دكتور جمال للمعلومات القيمة التي قالها، وأرحب بأخوتي وزملائي على المنصة الكريمة، وأشكر الدكتورة ناهد لتعبها واهتمامها مع الدكتور مسعد ومع أبونا أرميا في لجنة الشباب. بصراحة شعوب الشرق الأوسط عموما ليها اهتمام بالمجال الديني واهتمام بالعلاقة الروحية بين الإنسان والله، ونجد في تاريخ المصريين عموما محبتهم لله منذ أن عرفوه الإله الواحد، من أيام ماري مرقس الرسول حينما قابل هنيانوس الإسكافي وعرفه بالله الواحد. ومنذ ذلك الصوم التاريخ، وبعد أن دخل الإسلام مصر وعاد عمرو بن العاص البابا بنيامين إلى كرسيه، ونجد أن المشتركات المصرية معا تظهر واضحة في الصوم، ويشتركوا معا في تقديم أعمال روحية لله. الصوم هو أحد الممارسات العامة التي نجدها في اليهودية والمسيحية والإسلام، وهو أمر معروف منذ بداية الخليقة. في الصوم في اليهودية بيقول وأبكيت بصوم نفسي، وأيضا يقول ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. في العهد الجديد نجد أن السيد المسيح صام 40 يوما و40 ليلة، وهو الصوم الذي نصومه حاليا الذي مدته 55 يوما. ونجد أيضا ما كتب في سورة البقرة في الإسلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصوم أصبح وصايا إلهية
لكل الشعب المؤمن بالله. وإن وجدت بعض الصيامات في العبادات الأخرى، لكن الصوم هو تدريب للجسد لضبط إرادة الإنسان من جهة الطعام، من جهة اللسان، من جهة النفس، من جهة الروح، ويستطيع الإنسان أن يدرب نفسه كيف يتعامل خلال الصوم وكيف يضبط شهوته. الصوم أيضا هو إحساس بالآخرين. حينما نمتنع عن الطعام والشراب ونتعرض لبعض من العطش في فترة الصوم، نحس بما يمر بإخوتنا الفقراء والمحتاجين من مشاعر مؤلمة، فنجد أن الإنسان يسارع بتقديم العون إلى كل محتاج يلتقيه. ومن هنا جاءت فكرة موائد الرحمن، ونجد أن الخير الذي يقدم من أعمال الرحمة في فترة صوم رمضان والصوم الكبير كثير جدا. أيضا الصوم هو بعد عن الشر، ليس امتناعا عن أكل الطعام أو الشراب، ولكن كيف نضبط أنفسنا من الرذائل ومن أفعال اللسان والغضب وقهر الشهوات. الصوم يجب أن تصحبه، وهذه هي الوصايا التي تسلمناها، الصلوات. فنجد أن في فترة صوم رمضان صلوات ما قبل الإفطار، وصلوات ما بعد الإفطار، وصلوات قبل السحور وما بعد السحور، وهكذا نجد أيضا في الصوم الكبير، لأن الصوم يجعل الجسد يتضع. الصوم مرتبط أيضا بالمحبة تجاه الله، فإن أحببنا الله فإننا نقدم هذا الصوم خالصا له. وللصوم فوائد كثيرة للجسد، وكيف يستطيع الإنسان أن يحيا بدون طعام ويلتهم الكتب الإلهية في الدراسة والقراءة والعبادة. بصراحة الصوم الكبير وصوم رمضان مشتركين في فترة انقطاع كبيرة تصل من بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس قبل أن يأكل الإنسان. وإن اختلفت المدة والزمن حسب طقوس كل ديانة، لكن الصوم فيه انقطاع وفيه عبادة. فنجد أن الشعب يلتقي معا في روحانية من أجل أن يقدم حياته خالصة إلى الله. هذه صفات الشعب المصري، هذا الشعب المحب لدينه، المحب لإلهه، هذا الإله الواحد الذي نعبده جميعا ولا نختلف عليه. وإن كنتم سمعتم معي قبل وصول الدكتور أبو زيد الأمير والدكتور عبد الله النجار ما قيل عن أسماء الله الحسنى، وكيف ذكرت الله القوي الغفور الرحوم العليم البصير. كل هذه المعاني موجودة أيضا في الكتاب المقدس، إنها صفات لله. فالله واحد ولا يتجسد، ولكن من يحاول أن يفتت البشر أو يحاول أن يفرقنا كل دين إلى ناحية أخرى، نجد أنه لا يعلم شيء عن الله ولا عن صفات الله، لأن الله واحد وإلهنا وإلهكم واحد. في هذه المناسبة وفي هذه الليلة أحب أهنئكم جميعا بهذا الصوم المبارك، وأتذكر معكم ما قيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما خاطب قال يا أيها الناس، لم يقل يا أيها المسلمون، لم يقل يا أيها المؤمنون، خاطب الناس عموما أن يكونوا في علاقة من الود والرحمة والمحبة، ونتعارف ونعيش معا ونفهم عمق الحياة مع الله. وإذا فهمنا العمق في الحياة مع الله سنقدم ذواتنا من أجل الآخرين، ونبذل أنفسنا من أجل راحتهم، لأن كل واحد منا يحاول أن يرضي الله بطريقته وبعبادته المقبولة، ولذلك نجد أننا سنحيا معا في سلام وهدوء. أتمنى لكم صوما مباركا وصوما مقبولا وحياة ناجحة وهادئة، وأكرر شكري للمنصة الكريمة وللحضور الكرام ولكل من تعب في إنجاح هذه الليلة الرمضانية. ونتمنى لمصر كل هدوء وكل استقرار، وأن يعم العالم السلام ويعود الهدوء إلى الشعب الفلسطيني، وتزول هذه الغمة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ونصلي من أجل سلام العالم أجمع، وكل عام وجميعكم بخير. شكرا.